صلوا على النبي. وقبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتعملي فولو على الانستجرام. هسيبلكوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. يا صباح الخير عليكم يا حبايبي. معلش انا الفترة دي مش بنزل فيديوهات كتير، فقلت ايه هنزل فيديو كده بتاع اكل سريع لحد ما نفسيتي تتظبط شوية عن قبل كده، لان طبعا انتوا عارفين ان جدتي متوفية وكده، فنفسيتي وحشة شوية. فانا هظبط نفسي الفترة الجاية وهحاول ان انا ارجع اعمل فيديوهات تاني، عشان القناة طبعا حاسة ان هي خلاص بتنهار. ف ياريت تساعدوني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتعملي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. وان شاء الله هبدأ اعمل فيديوهات ميك اب من الايام الجاية ان شاء الله وارجع تاني. وبس كده عشان مطولش عليكم المقدمة، لو حابين تشوفوا الطريقة بتاعة الصدق الاسكندراني يلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. يا مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة السجق الاسكندراني او الصدق الاسكندراني. القهراوي بيقولوا سجق والاسكندراني بيقولوا صدق على طول كده. المهم احنا عندنا حبتين فلفل كوبي وحبتين طماطم وبصلاية نص البصلاية دي كانت متبقية يعني من حاجة، وحبيت اعمل بيها. حطيت حوالي كده 3-4 معالق زيت كبار بالمعلقة اللي احنا بناكل بيها عادي جدا. وبعدين هننزل بالسجق بتاعنا. طبعا انا قطعت وانا بقطعه اتفرفت مني كده، فمعلش يعني كنت عايزة اقطعه بالسكينة. كنت الاول بقطعه بايدي ولكن لقيته بيتقطع كده قطعته الباقي بالسكينة. كنت مستكسرة بصراحة جدا ان انا اقطعه كده. المهم فهو كويس اهو مساحة قدامكم يا جماعة، فرفتين بس كده وخلاص. وهقلبهم شوية كده يتشوحوا على النار، مش شرط خالص ان احنا يعني نسيبها كده نية او نسويها على الاخر. لا احنا بنشوحها بس على النار، نديها اللون المتحمر ده شوية اللي هو على لون ذهبي كده، وتاخد الصدمة بتاعتها كده، وكل حاجة المسام بتاعتها تتقفل وكل حاجة يعني بتاعتها كده تتقفل في بعضها. طبعا هنحط لها توابل وهنحط كل حاجة تخص الصدق، هيبقى طعمه حلو جدا جدا. بصوا بقى قطعت البصلاية ونص دول وحطيتهم كده بالشكل ده فوق الصدق كده، و هقلبهم على بعض كده برضو على البارد كده، يعني مش من غير مية، هحطهم كده من غير مية عادي جدا. وهقلب فيهم شوية ياخدوا استووا مع بعض وياخدوا الريحة شوية من بعض، بس فاهمين قصدي. وبعدين هاخد فلفل اسمر، شوية فلفل اسمر كانوا باقيين في العلبة دول، ما كانش فيه فلفل اسمر ولكن حطيت نقطة بسيطة كده. وهروح اجيب فلفل اسمر واحط بقى حوالي كده نص معلقة فلفل اسمر او على حسب الرغبة بتاعتك انت عايزاه وطبعا الصدق ده ما يحلاش اللي هو حراق، يبقى طعمه تحفة. حطيت شوية كزبرة، الكزبرة بيدي طعمها حلو للصوص بتاع الصدق. احنا هنعمله الصدق ده بالصلصة كده، هنحط عليه طماطم اللي احنا شفناها دي، وهوريكم احنا هنعمل ازاي بالخطوات في خلال الفيديو. حطيت بقى الفلفل الاسمر اللي انا قلتلكوا عليه، هحط شويه كمان كده من الفلفل الاسمر احنا جايبينه عشان الفلفل الاسمر كان خلص من البيت. وبعدين انا مش عارفه بروح فين، هقلبهم مع بعض كده شويه، والتوابل والبصله تاخد من روايح بعض. حطيت لها ربع كوبايه ميه عشان ما تلزقش، ورحت قطعت الفلفل والطماطم وطفيت الكاميرا ورجعت لكم تاني بوريكم بقى انا قطعته ازاي. قطعته بالشكل ده حاجات صغيرة جدا، وهسيبهم مع بعض. انا كنت حاطط لها نقطة مية، نقطة من المية عشان طبعا ما تلزقش. شايفين انتوا كنت هتلزق ازاي؟ لازم تحطوا لها حتى شوية مية كده تستوي مع بعض، فاهمين؟ بس كده شكلها حلو جدا من قبل ما تستوي. عايز تتاكل ني. بس هنقلبها مع بعض. بعدين بقى
انا بروح فين في الفيديو؟ مش عارفه يا جماعه، مش عارفه، معلش اعذروني شويه. رحت جبت بقى ايه نص كوبايه ميه اهي، تمام، وهي هقلبهم مع بعض كده. مش عارفه تقريبا حطيت ملح ولا لا، مش عارفه، بس تقريبا محطتش ملح. المهم المية بتاعتنا غليت، بوريكم هنا، بصوا بقت عاملة ازاي، شكلها حلو جدا. البهارات والحاجات دي كلها عاملة شغل، مقدرش اوصفلكوا بجد، الريحة كانت تحفة. عارفين كأنكوا دخلتوا محل كده بتاع كبدة وصدق وحاجات دي، والريحة طالعة بس تحفة كده. عارفين على فكرة سندوتشات بتتباع دلوقتي غالية جدا، السندوتش الواحد، وفيه صدقتين مثلا نقول ب20 مثلا، غاليين جدا. دي الصلصة دي انا كنت عاملاها المكرونة، كانت عبارة عن نقطة خل، وكنت حاطة فيها ملح وفلفل وبهارات، وكنت عاملاها بصلصة، ومعها كان طماطم، وكانت متسبكة، وكان فيها بصل كمان. ولكن انا شلت منها نقطة كده، شلت منها شوية عشان خاطر ايه، كانت الصلصة ياما، فقلت احطها في الفريزر. وبعدين بدأت بيها بقى، حطيتها في الصدق. هاخد نقطة كده برضو من المرقة، شايفين قد ايه، مش هاخد كمية كبيرة، انا بوريكم خدت قد ايه من المرقاية، حوالي تلتها او ربعها على حسب انت عايزة طعم المرقة يكون واضح فيها ولا لا. يا جماعة لو جبتوا اصلا من دي كيلو كده مش هتشبعوا بجد، بس احنا كنا جايبين تقريبا ربع الصدق وزيادة يعني. كان حلو على فكرة مع التسبيكة والتتبيلة دي. كل واحد كان مثلا فينا، يعني انا وماما واختي، كل واحد كان فينا 5 حتت مثلا او 4 حتت، وكانوا مكفينا، وكان طعمهم حلو جدا. حطينا شوية ملح اهو كمان، عشان انا ما كنتش حاطة. وطبعا ايه البصل والطماطم والحاجات دي كلها طبعا لما تغمسيها بالعيش بتشبع. ممكن الاكلة دي تنفع مثلا في الغدا، او تنفع في الفطار، او مثلا من العشاء لا، عشان ما يبقاش الاكل تقيل عليكم، ولكن هو تنفع في الغدا او في الفطار لو انتوا حابين فطار دسم وكده. ولكن في الغدا هتبقى حلوة برضو، ومعاها مثلا طبق مكرونة، او طبق رز، بس كده. ده الشكل النهائي، شكلها في الحقيقة احلى طبعا، لكن الصورة عندي تطلع بهتانة بسبب التليفون، تصويره وحش جدا، فاعذروني. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو.